الراجل كبر وخاب أمينة. برضه هتطلق؟ عندك حل تاني؟ والله ما عارف اقول لك يا صاحبي، اللي انت شايفه صح اعمله. بس الحوار ما خلصش على كده. الحوار ابتدى. عارفك اوريك يا صاحبي، رفعت. مظبوط. بس خد بالك، الواد ده مش تمام. اغصب جد على الرجوله. الرجولة غالية، ما تستناش من رخيص. سيبك بقى من الكلام ده، عايز اكلمك في الشغل. من شوية كده جات لي مكالمة من عادل السباعي، فاكره؟ طبعا بتاع البودره ده اشهر من نار على العالم. ده السباق ده لوحده دوله. في بضاعة أنا هجيبها من فيلا على الصحراوي، وبكرة هنروح بيها بني سويف. من هناك حد هيستلمها مننا ويكمل هو. قد ايه بقى؟ 50 كيلو وعرقنا مليون جنيه. ايوه كده بقى يا خديوي، وعايزين نركب على السكه. ده انا نسيت الشغل يا اخي من ساعه ما قلبت لي شبه رشدي اباظه. كله بأوانه. بس احنا ما ركبناش على شغل زملاء ولا ايه؟ ما ركبناش على شغل حد. اللي كانوا ماسكين العملية الحكومة قطراهم وعينها عليهم. بس اعمل حسابك، محمود الرحاوي مركز مع منطقتك وزرع مرشدين، وموقف كمان ليل ونهار. يعني من الاخر عينه عليك. أنا عشان كده مش عايز محمود الرحاوي يركز معانا الليلة دي. عاوزين نشغله بأي حوار، وكده كده البضاعة أنا هجيبها هنا. وانت لك عليه اطلع على الموقف، اعمل لك هناك حته عركه لا اول من اخر، اسحب لك الاسم كله على هناك. حلو. وما أنا بقى أعمل كام تليفون. امين. امين يا جان مصر. فين ام الولاعه دي؟